السلام عليكم، يا اهلا بيكم. حلقتنا النهارده جمعت لك كل ضحايا برنامج رامز جلال واللي هنشوفهم في البرنامج بشكل رسمي في الموسم الرمضاني 2025. حلقة النهارده يا صاحبي هيكون فيها كل الضيوف اللي هنشوفهم في برنامج رامز جلال في الموسم الرمضاني 2025. بس يا ريت في البداية كده ما تنسانيش باللايك والاشتراك وكمان تفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك منه كل جديد. ويلا بينا نبدأ حلقتنا النهارده يا صاحبي زي ما عرفتك في المقدمة ان مجمع لك معظم ضحايا برنامج رامز جلال في الموسم الرمضاني 2025. فيلا بينا نبدأ بأول ضحية معانا واللي هيكون النجم محمد رمضان. بشكل رسمي يا صاحبي النجم محمد رمضان هيكون مع النجم رامز جلال في الموسم الرمضاني 2025، وخصوصا ان حلقات محمد رمضان بتكون ترند اول ما بيعمل حلقة مع رامز جلال. في الموسم اللي فات ما شفناهوش مع رامز جلال، ولكن في الموسم اللي قبله وكان في برنامج رامز نيفر شفنا النجم محمد رمضان في برنامج رامز جلال. وبشكل رسمي هنشوف محمد رمضان في برنامج رامز في الموسم الرمضاني 2025. تعالوا دلوقتي نخش على الضحية اللي معانا بعد كده واللي هيكون النجم عصام الساهر. النجم عصام الساهر يا صاحبي اتسرب اسمه في الايام الاخيرة ديت انه هيكون في برنامج رامز جلال بشكل رسمي، واحب اكد لك على الكلام دوت. النجم عصام الساهر هيكون معانا في برنامج رامز جلال للموسم الرمضاني 2025 بشكل رسمي، وخصوصا ان النجم عصام الساهر طالع ترند باعماله في الفترة الاخيرة ديت لانه بيشارك في اعمال حلوة جدا، فاكيد هنشوفه برنامج رامز جلال للموسم الرمضاني 2025. تعالوا دلوقتي نخش على الضحية اللي بعد كده واللي هيكون النجم هشام ماجد. النجم هشام ماجد يا صاحبي هيشارك مع رامز جلال في البرنامج بشكل رسمي في الموسم الرمضاني 2025، وخصوصا النجم هشام ماجد اخد افضل نجم في حفل الجويا وورد، وطبعا يا صاحبي طالع ترند باعماله اللي كانت مكسرة الدنيا، خصوصا مسلسل اشغال شقة او كان افلامه اللي اتعرضت معانا في الصيف. كل اعماله كانت عامة حلوة جدا وكان ترند طول الصيف يا صاحبي، فاكيد هنشوفه في البرنامج بشكل رسمي. تعالوا دلوقتي نخش على الضحيه اللي معانا بعد كده واللي هيكون النجم احمد السقا. النجم احمد السقا يا صاحبي بقاله سنتين بيشارك في برامج رامز جلال، شارك في برنامج رامز جاب من الاخر في الموسم اللي فات، وكانت حلقته ترند يا صاحبي، كانت مع النجم باسم سمره، وكانت الحلقه طلعت ترند لان الحلقه كانت حلوه جدا، وخصوصا انه بيكون شجاع جدا في البرنامج وما بيخافش من المقالب اللي رامز جلال بيعملها فيه يا صاحبي، وده كله بنشوفه في حلقات النجم احمد السقا اللي حلقاته بتكون ترند مع رامز جلال. وبشكل رسمي هنشوف النجم احمد السقا في الموسم الرمضاني القادم في برنامج رامز جلال. تعالوا دلوقتي نخش على الضيف اللي بعد كده واللي هيكون النجمه اسماء جلال. النجمه اسماء جلال ولاول مره هتشارك في البرنامج في الموسم الرمضاني القادم 2025 مع رامز جلال، لان طبعا هي ما شاركتش قبل كده وهي طالعه ترند في الفتره الاخيره ديت، فاكيد هنلاقيها في برنامج رامز جلال في الموسم الرمضاني القادم كضيفه يا صاحبي. تعالوا دلوقتي نخش على النجمه اللي معانا بعد كده واللي هتكون فيفا عبده. فيفا عبده يا صاحبي واللي بتشارك في برنامج رامز جلال كتير يا صاحبي، وشفناها ببرامج كتير من البرامج، ما شفناهاش في برنامج رامز جاب من الاخر، ولكن رامز هيجيبها بشكل رسمي في البرنامج القادم واللي هو برنامج رمضان 2025. تعالوا دلوقتي نخش على النجمه اللي بعد كده واللي هتكون النجمه ياسمين صبري. ايوه يا صاحبي النجمه ياسمين صبري واللي شفناها في معظم برامج رامز جلال، وبشكل رسمي هتكون ضحيه في برنامج رامز جلال للموسم الرمضاني القادم 2025 لان حلقاتها بتكون ترند وكمان حلقاتها بتكون حلوه جدا. تعالوا دلوقتي نخش على الضيف اللي بعد كده واللي هيكون النجم حماده هلال. النجم حماده هلال يا صاحبي حلقاته بتكون من افضل الحلقات مع رامز جلال، وحلقته في الموسم اللي فات واللي هو برنامج رامز جاب من الاخر كانت ترند يا صاحبي، وخصوصا ان حلقاته بتكون حلوه جدا وهو نجم محبوب، فالناس بتحب تشوفه مع رامز جلال في البرنامج، وبشكل رسمي هنشوفه في البرنامج في الموسم الرمضاني 2025. تعالوا دلوقتي نخش على الضيف اللي بعد كده واللي هيكون النجم محمد هنيدي. النجم محمد هنيدي يا صاحبي واللي شارك في برامج رامز جلال قبل كده هنشوفه بشكل رسمي في البرنامج في الموسم الرمضاني 2025، وده انا بكتهولك من دلوقتي لانه لو صور مع رامز جلال فحرفيا الحلقه هتكون ترند، لان النجم محمد هنيدي له عشاق كتير جدا يا صاحبي. تعالوا دلوقتي نخش على الضيف اللي بعد كده واللي هيكون النجم احمد داش. احمد داش يا صاحبي ما كانش مع رامز جلال قبل كده، ولكن هيكون في البرنامج في الموسم القادم 2025 لانه طبعا كان عامل اعمال قويه جدا في السنين الاخيره دي، وبشكل رسمي هنشوفه في البرنامج لاول مره. تعالوا دلوقتي نخش على الفنان اللي بعد كده واللي هيكون محمد انور نجم مسرح مصر. محمد انور يا صاحبي هيقع كضيف في البرنامج للموسم الرمضاني 2025 لانه حلقاته بتكون كوميديه جدا، وشفنا دوت في برنامج رامز جاب من الاخر السنه اللي فاتت. حلقات محمد انور بتكون كوميديه من العيار التقيل يا صاحبي، والحلقه بتكون حلوه جدا. تعالوا دلوقتي نخش على الضيف اللي معانا بعد كده
واللي هيكون محمد فراج بشكل رسمي يا صاحبي هنشوف في البرنامج للموسم الرمضاني 2025 وده بشكل رسمي. تعالوا دلوقتي نخش على الضيف اللي بعد كده واللي هيكون هدى المفتي يا صاحبي، وبعد حلقتها في برنامج رامز جاب من الاخر واللي كانت حلقة حلوة بشكل رسمي هنشوفها في البرنامج للموسم الرمضاني 2025. والضيف اللي بعد كده يا صاحبي هيكون النجم كارول عزمي، وخصوصا انها طالعة ترند في الفترة الاخيرة فهتكون في البرنامج بشكل رسمي للموسم الرمضاني 2025 وهنشوفها كضحية في البرنامج مع رامز جلال واللي هتكون حلقتها حلوة جدا. تعالوا دلوقتي نخش على الضيف اللي بعد كده واللي هيكون حمو بيكا يا صاحبي، واللي بنشوفه في معظم برامج رامز جلال يا صاحبي. حمو بيكا يا صاحبي دلوقتي مسجون، ولكن بنسبة عالية هيكون مع رامز جلال في الموسم الرمضاني القادم لان حلقاته بتكون حلوة جدا وبيكون الكوميديا فيها عالية والناس بتحب تشوف حمو بيكا في كل برنامج لرامز جلال لانه زي ما عرفتك حلقاته بتكون ترند اول لانه محبوب جدا يا صاحبي. وكمان من انجح الحلقات الكوميدية اللي رامز جلال بيعملها لنا هي حلقة حمو بيكا يا صاحبي. والضيف اللي بعد كده يا صاحبي هيكون النجم مي عمر بعد مشاركتها في البرنامج اللي فات واللي هو برنامج رامز جاب من الاخر بشكل رسمي هنشوفها في البرنامج القادم واللي هو موسم رمضان 2025، وخصوصا ان هي عامله ترندات في اخر فتره بجمالها طبعا يا صاحبي والمسلسلات الحلوه اللي هي بتعملها لنا وبتطلع ترند. وبكده يا صاحبي اكون عرفتك كل النجوم اللي هتشارك في برنامج رامز جلال للموسم الرمضاني 2025 ودولت اللي احنا متاكدين منهم بنسبه كبيره جدا. تعالى دلوقتي يا صاحبي اعرفك نجوم الكوره اللي هيكونوا في البرنامج بشكل رسمي، واللي هيكون اول لاعب معانا امام عاشور لاعب النادي الاهلي. طبعا امام عاشور ترند في الفتره الاخيره يا صاحبي، وطبعا الحاجات اللي بيعملها في النادي الاهلي بتكون ترند فبنسبه 100% هنشوفه في البرنامج للموسم الرمضاني 2025. واللاعب اللي بعد كده هيكون زيزو نجم الزمالك يا صاحبي، النجم احمد السيد زيزو يا صاحبي، وبعد الترند اللي عامله في الفتره الاخيره ديت على التجديد للزمالك او لا فبنسبه 100% هيكون في البرنامج بشكل رسمي مع رامز جلال في الموسم الرمضاني 2025. واللاعب اللي بعد كده يا صاحبي وهيكون وسام ابو علي لاعب الاهلي اللي انضم حديثا يا صاحبي. اللاعب دوت بعد الترندات اللي عملها وان الجمهور حبه كله بسبب الحاجات الحلوه اللي بيعملها في الاهلي وكمان انه لاعب عالمي جدا فبشكل رسمي هنشوفه في البرنامج للموسم الرمضاني 2025. واللاعب اللي بعد كده يا صاحبي وهيكون محمود كهربا لاعب النادي الاهلي السابق. وطبعا بعد الترندات اللي محمود كهربا عملها في الفتره الاخيره والانتقال من النادي الاهلي في الشهر دوت يا صاحبي فبنسبه 100% هنشوف اللاعب محمود كهربا في برنامج رامز جلال للموسم الرمضاني 2025. تعالوا دلوقتي نخش على اللاعب اللي معانا بعد كده واللي هيكون رامي ربيعه لاعب النادي الاهلي. اللاعب دوت يا صاحبي عامل ترند في الفتره الاخيره فبنسبه 100% هنشوفه في برنامج رامز جلال للموسم الرمضاني 2025. وبس كده يا صاحبي نكون وصلنا لنهايه حلقتنا واللي عرفتك معظم ضحايا برنامج رامز جلال للموسم الرمضاني 2025 اللي احنا متاكدين منهم. فعايزك تنزل تعمل لايك للحلقه ديت وتشترك معانا في القناه وكمان تفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك منه كل جديد. كان معكم مدام فوسو ابراهيم السيد من قناه مدفع رمضان، وسلام.